فيلمنا بيبدأ لما أميرة اسمها شيفانجي بتسافر من لندن وتروح لبيت أهلها في الهند، وهي بتقول لهم أنا وجوزي الأمير فيرسا كنا عايشين حياة طبيعية لحد ما في يوم جالنا هدية من شخص مجهول عبارة عن قلادة. والفيلم بيرجع فلاش باك لما فيرسا قام من النوم على أصوات غريبة، والقلادة خرج منها دخان أسود. ولما فيرسا قام يتمشى في البيت لقي الكرسي بيتحرك لوحده، وشبح ست ظهرت وراه. ولما دخل علشان ينام شاف نقط دم بتنزل من السقف، وفجأة شبح الست دخلت في جسمه. وتاني يوم شيفانج لقيت فيرسا فاقد الوعي وجسمه عمال يتهز، فودته المستشفى وهو حالته صعبة جدا وعمال يصرخ. والدكتور قال لها انه بيعاني من مرض نادر وملوش علاج. وبعد ما شيفانج روحت البيت لقيت نقط سودا خارجة من عين فيرسا في الصور، والشغالة بتبلغها ان ده سحر اسود معمول للامير، وانها شاكة في مرات ابوه لانها ما كانتش بتحبه، علشان كانت متأكدة ان الامير فيرسا هو اللي هيورث العرش. فإخوات شيفانج بيقرروا ينتقموا من أسرة فيرسا، لكن أبوهم بيقول لهم مش وقته، المهم إنهم ينقذوا الأمير. وبالفعل بيروحوا العراف علشان يبطل مفعول السحر، وهو بيقول لهم المراية اللي قدامكم هي انعكاس للعالم الموازي، وأنا هستدرج الروح لعالمنا البشري وأيدها بتعويذة. وبعد ما بيحط صورة فيرسا على المراية، الغربان بتملى المكان كله وصورة فيرسا ملامحها بتتغير، وشبح ست بتظهر في المراية وتسحب العراف جواها، فالأسرة بتترعب. وبعدين العراف بيخرج من المراية وهو بيقول لهم أنا مش هقدر أتحدى الروح اللي مستحوذة على الأمير لأنها أقوى مني، لكن في شخص واحد يقدر يساعدكم. تاني يوم شيفانج بتروح لراعي المواشي وتسأله ليه أسرتها مش عايزة تروح للشخص اللي العراف وصفه، والراجل بيرد عليها لأن الشخص ده يبقى جاي. وبعدين بياخدنا الفيلم الجاي وهو رايح لأسرة بتبلغه إن بنتهم ساكنها روح شريرة. ولما بيدخل على البنت بيلاقي حالتها صعبة، فبيطلب من أبوها إنه يخرج ويسيبه لوحده. وبعدين الشبح اللي جوه البنت بيقول لجاي أنا بحبها ومش هخرج منها مهما عملت. فجاي بيقرب من البنت ويحط عقد مقدس على دماغها وهي عمالة تصرخ، وبعدها بتوقعه على الأرض. ولما جاي بيقوم مش بيلاقي البنت على السرير، وفجأة البنت بتظهر من ورا جاي وتهجم عليه، لكنه بيقدر يضربها ويفضل يقول صلوات لحد ما الروح الشريرة بتخرج من البنت وبترجع طبيعية. وبعد ما جاي بيروح بيته بيلاقي راعي المواشي مستنيه، وبنعرف انه عم جاي، وهو بيقول له الأميرة شيفانجي مستنياك بره وعايزة تقابلك. لكن جاي بيرفض، وبيفتكر لما كانوا بيحبوا بعض هو والأميرة شيفانجي، لكنه ما قدرش يتجوزها لأنه فقير وهي من الأسرة الحاكمة للبلاد. ولما في مرة شيفانجي كانت رايحة تقابل جاي، لقيت في وشها جوز عمتها واللي عرف العلاقة اللي ما بينهم، وقال لها ازاي تحب راعي فقير واحنا من أسياد البلد، ولسه هيضربها. بيجي جاي يشد ايده ويفضل يضربه، ولسه هيخلص عليه شيفانجي بتقوله بلاش، وبالفعل جاي بيسيبه. بعدين بياخدوا جاي على المحكمة بتهمة التعدي على الناس، وشيفانجي شهدت ضده في المحكمة وقالت إنها ما تعرفش جاي. ولما جوز عمتها حاول يمنعه جاي فضل يضربه، فالقاضي حكم على جاي ب5 سنين حبس. وجاي وهو في طريقه للسجن سأل شيفانجي ليه عملت كده فيا، وردت عليه شرف العيلة أهم من أي علاقة، واللي بيعيش في القصور غير اللي بينام مع الغنم. وبتسيبه وتمشي وهو عمال يبكي وفي حالة ذهول من اللي حصل. وبعدين جاي بيخرج يقول لشيفانجي عايزة ايه مني، وهي بتقوله انا عارفة انك مش عايز تشوفني، لكن انت الوحيد اللي تقدر تساعدني. ولما بتحكي له قصة جوزها فيرسا وتفضل تترجاه علشان ينقذه، جاي بيقول لها جه اليوم اللي تحتاجي فيه لواحد فقير، انا هاجي معاكي علشان جوزك مش علشانك. ولما بيروح معاها المستشفى ويدخلوا على فيرسا، بيلاقوا جسمه مشقلب وهو في منظر مرعب جدا. وجاي بيقول لشيفانجي ان الروح استحوذت عليه بالكامل، وانه هيجرب حاجة علشان يتأكد، وبيجيب لحمة نية ويحطها في مكان معين في المستشفى. وبعد ما بيروح لفيرسا ويشممه اللحمة، جسمه بيفضل يتهز وبيقوم من على السرير ويفضل يمشي زي العنكبوت لحد ما يوصل للمكان اللي فيه اللحمة النية ويفضل ياكل فيها. وبعدين بيروحوا فيرسا للبيت وبيكون مغمى عليه، وشيفانجي بتوري جاي الصور اللي شكل فيرسا متغير فيها، وهي بتقوله ان في قلادة جات لهم من فترة عن طريق البريد. ولما بتوريله القلادة جاي بيمسكها ويفضل يصلي، وفجأة القلادة بتسيب أثار مادة سودا على ايديه، وجاي بيقول لها ان القلادة دي ملعونة ولازم يرميها في النهر. وفي الوقت ده كل اللي على شيفانجي انها تفضل تصلي علشان تحجز الروح الشريرة في البيت وما تحاولش تعطله في المهمة. وبالفعل جاي بيخرج وشيفانجي بتفضل تصلي، وفجأة صورة فيرسا بتقع وتتكسر والنور بيفصل لوحده. وبعد ما الشغالة بتروح تجيب مصباح بتلاقي شبح ست قصادها، فبتفضل تصرخ. ولما شيفانجي بتروح تشوفها بتلاقي نفس شبح الست بتقرب منها وبعدين بتختفي.
وفجأة النور بيشتغل وفيرسا بيخرج من أوضته وهو شكله طبيعي. فشيفانجي بتوقف صلوات وتجري تحضنه، لكنها بتحس بحاجة غريبة فبتبعد عنه وتلاقي شكله اتغير لشبح وهو عمال يضحك. ولما بتجري على أوضة فيرسا بتلاقيه نايم على السرير وحالته لسه صعبة. في نفس الوقت جاي بيوصل للنهر وهو عمال يضحك، وبنكتشف إن هو اللي عمل السحر في القلادة وأرسلها لشيفانجي علشان الروح تلبس جوزها فيرسا. وبعدين بيخبط دماغه على السور لحد ما بينزف، وهو بيقول محدش هيقدر ينقذ جوزك يا شيفانجي لأن السر في القلادة، وبيرميها في النهر. وبعدين جاي بيرجع لشيفانجي ويقول لها المهمة فشلت بسبب إنك وقفت الصلوات، لكن في حل تاني. وبيجيب لمونة ويمشيها على جسم فيرسا وهو بيقول لشيفانجي أنا هرمي اللمونة دي وهتقف عند روح طيبة هترشدنا مين اللي أرسل الروح الشريرة لفيرسا، وإنت عليك تلاقيها. وبالفعل بيرمي اللمونة في البيت وشيفانجي بتروح تدور عليها، وجاي بيكون راسم نجمة الشيطان على إيده وبيشك أطرافها بإبرة. فاللمونة بتتحرك من مكانها وتدخل جوه صورة بيظهر فيها شبح. فشيفانجي بتترعب وتلاقي اللمونة بتنزل في مية البانيو اللي مليانة دم، ولما بتروح تجيبها بتلاقي عين بتبصلها من اللمونة، فبتتخض وتخبط في المراية وبتخرج ايدين من وراها وتحاول تخنقها. لكن شيفانجي بتقدر تاخد اللمونة وتروح تديها لجاي اللي بيشقها على ورقة كلها حروف وبتكون كلمة سجان غر، واللي هي اسم عيلة فيرسا. فشيفانجي بتتعصب وتقول أنا هفضحهم كلهم، وجاي بيقول لها مش هيعترفوا إن الزعيم بتاعهم هو اللي أرسل القلادة، خليكي مع جوزك وأنا هروح أتصرف معاهم. وبعد ما جاي بيمشي شيفانجي بتفتكر الجواب بتاع القلادة واللي كان مكتوب عليه إرسال من الزعيم، فبتروح لجاي على محطة القطر وتسأله إزاي عرفت إن الزعيم هو اللي أرسل القلادة مع إن ما قلتلكش. ولما جاي مش بيلاقي رد شيفانجي بتضربه بالقلم، وهي بتعاتبه بعد ما عرفت إن هو اللي أرسل القلادة. وجاي بيقول لها أيوة أنا، أنت نسيت ال5 سنين اللي قضيتهم في السجن بسببك، ولا نسيتي إهانتي قدام الناس؟ وشيفانجي بتقوله أنت فاهم غلط، وبتحكي له إنها كدبت في المحكمة علشان أسرتها عرفت باللي حصل وكانوا عايزين يقتلوه، وهي فضلت تترجاهم إنها تعمل أي حاجة علشان ما يتأذيش. فأهلها طلبوا منها تشهد ضده في المحكمة مقابل إنهم يسيبوه. وجاي بيتأثر من كلام شيفانجي ويقول لها يعني أنت ضحيتي علشاني وأنا كنت عايز أدمر حياتك، وبيوعدها إنه هيحارب أكبر الشياطين علشان ينقذ فيرسا. وبالفعل بيروحوا البيت وجاي بيحط دبلة فيرسا في إزازة ويفضل يقول صلوات، وفجأة بيدخل دخان اسود في الإزازة لحد ما تتملي. فجاي بياخدها وبيروح هو وشيفانجي للمقابر ويدفن الإزازة هناك. وفجأة بيلاقوا تمثال وشه بيتحرك وبيبص للإزازة اللي بتخرج من التراب وتنفجر، فبيطلعوا يجروا بسرعة وحاجة مش متشافة بتفضل تشد جاي، والتمثال لسه هيقع عليه. بيقوم ويفضل يجري، وشيفانجي بتلاقي غراب بيقرب منها وبتفضل تصرخ، والمكان كله بيتدمر لحد ما جاي بيغمى عليه. بعدين جاي بيفوق ويلاقي نفسه في البيت، وبيقول لشيفانجي الروح اللي أرسلتها لفيرسا خرجت عن سيطرتي، لكن في حل أخير إنه يعمل استحضار لروح معلمه علشان يرشده. وبالفعل بيمسك ورقة وقلم ويبدأ يعمل الطقوس، ولما بيغمض عينيه بيشوف معلمه واللي بيقوله انت قومت ساحرة شريرة ووعدتها بروح فيرسا ومش هترجع تاني غير ومعاها روحه، لكن في حل واحد، وبيوصفه على كنيسة مهدومة هيقابل فيها شخص يساعده. وبالفعل بيروح هو وشيفانجي للكنيسة ويلاقوا ست مستنياهم وبتديلهم 3 سكاكين وتقول لجاي على اللي هيعمله. وبعد ما بيرجعوا البيت بيودوا فيرسا على الاسطبل، وجاي بيغرز أول سكينة في الساعة الرملية وتاني سكينة في المراية اللي بتفتح باب للعالم الآخر. وجاي بيقول لهم المفروض أدخل في العالم بتاع الروح الشريرة وغزها بالسكينة التالتة واخد منها القلادة، وبعدين اديهالك ترميها في النار، وبكده فيرسا هيرجع لحالته الطبيعية. وبيديلها تعويذة تمسكها علشان الروح ما تهجمش عليهم أثناء غيابه. وبعد ما جاي بيدخل للعالم الآخر بتنزل حاجات من السقف والمكان بيفضل يتهز، وبيحصل نفس الموضوع في العالم المادي وبرميل بيقع على شيفانجي فالتعويذة اللي معاها بتتكسر. وفجأة شبح الست بتظهر من ورا جاي وتهجم عليه وتفضل تضربه لحد ما توقعه على الأرض، لكن جاي بيقوم ويغز شبح الست بالسكينة وياخد منها القلادة ولسه هيرميها لشيفانجي. شبح الست بتظهر من تاني وتفضل تخنق جاي، لكنه بيقدر يرمي القلادة اللي بتخرج من المراية. ولما شيفانجي بتاخدها علشان ترميها في النار بتتخبط في عربية والقلادة بتقع منها، وشبح الست لسه هتخرج من المراية. جاي بيمسك حديدة ويرميها على المراية يكسرها، وشيفانجي بتوصل للقلادة وترميها في النار، فشبح الست بتختفي وفيرسا بيرجع لحالته الطبيعية.
لكن للأسف جاي بيتحبس في العالم الآخر وبيموت. في آخر مشهد في الفيلم شيفانج بتلاقي الورقة اللي جاي كان بيكتبها وهو بيتواصل مع معلمه، ولما بتوريها لفيرسا بنعرف إن جاي قال لمعلمه إنه مستعد يقدم روحه للساحرة علشان ينقذ فيرسا، وشيفانج وفيرسا بيتأثروا بتضحية جاي علشانهم وبيعلقوا صورته في البيت علشان يفتكروه دايما. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. اشوفكم على خير، سلامات.